السلام عليكم. بمناسبة السنة الجديدة والكلام عن الأهداف وتحقيق الأهداف والكلام ده كله، ومع بداية كل سنة طبعًا كل واحد بيبقى عايز يحط أهداف جديدة وخطط جديدة. الجو العام ده كده خلّاني حتى من قبل ما تبدأ السنة آآ بافكّر في اللي أنا عملته الكام أسبوع اللي فاتوا كده، وأشوف يعني إن كنت على الtrack والّا لأ يعني. يعني ماشي كويس والّا مش ماشي كويس أو كده. وبرغم إن أنا يعني معظم الوقت باكون شغّال، باصحى بدري جدًا ويعني بانام قليل واشتغل وقت كبير جدًا في اليوم يعني. ولكن عندي إحساس كده اللي هو لأ، أنا ما وصلتش لحاجة أو ما حققتش حاجة، رغم إن أنا على مدار مثلًا الشهر اللي فات مثلًا يعني كل يوم باصحى وباقعد وقت طويل جدًا شغال وكده. ولمّا راجعت الحاجات اللي أنا عملتها، فلقيت والله أنا يعني ما قصّرتش، يعني طول الوقت شغال، بس ليه ما فيش نتيجة؟ يعني ليه مش حاسس إنه لأ، في نتايج المفروض تكون أحسن من كده؟ وبعدين وقفت مع نفسي كده أو جات لي خاطرة كده اللي هو طيب هو إيه مفهوم النجاح أصلًا بالنسبة لك؟ يعني هو أنت إمتى أصلًا هتقول إن أنا نجحت؟ فلقيت أصلًا إن أنا ما عنديش رؤية واضحة أو مفهوم واضح لفكرة النجاح، اللي هو أنا إمتى أقول على نفسي ناجح؟ لو عملت إيه بالضبط فأنا كده أقول على نفسي لأ أنت كده تمام أو ماشي صح. وبعدين لقيت نفسي السؤال ده بيوديني لسؤال تاني اللي هو إيه، طيب هو أنت أصلًا مين؟ هو أنا مين أصلًا وعايز إيه؟ فالموضوع دخل كده إيه في سكة الأسئلة الوجودية. فحبيت أشارك معاكم الفكرة دي لأن هي فكرة مهمة جدًا يعني إن هي تكون واضحة عندك. أنا كعلاء طبعًا لمّا فكرت مع نفسي قُلت لنفسي والله أنت راجل مسلم، وبالتالي مرجعيتك وقيمك ومبادئك كلها المفروض تكون نابعة من الإسلام. الله سبحانه وتعالى بيقول: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." تمام؟ يبقى إذًا الغرض الأساسي ليك في الدنيا هنا، أنت جاي هنا ليه؟ عشان خاطر تعبد ربنا بشتى الطرق وبشتى الأشكال، الأصل عندك العبادة. فأنا قُلت لنفسي والله طب حلو، يبقى أنا أول حاجة، أول معيار عندي هاقيّم فيه نفسي اللي هو الإيه، اللي هو العبادة. والله لو أنت تمام، يعني آجي مثلًا آخر أسبوع أو آخر اليوم أبُص على نفسي كده عملت إيه خلال اليوم من العبادات. والله لو أنا تمام، يبقى كده تمام، يبقى أنت كده ناجح. على مدار مثلًا أسبوع أو على مدار الشهر، هل أنت علاقتك بربنا بتتطور؟ حفظك للقرآن هل حفظت أكتر؟ هل اتعلمت أكتر عن الدين؟ هل مثلًا عملت خير أكتر؟ يبقى كده أنت ناجح، كده أنت بتتطور. ده المعيار الأساسي، الفاكتور الأساسي اللي هنبني عليه. تمام؟ ف فدي فكرة مهمة جدًا، اللي هو إيه معيار النجاح عندك؟ ما هو في حد معيار النجاح عنده الفلوس، بس تيجي تقيس الدين عنده تلاقي الدين مش موجود أصلًا. يعني ممكن يكون بيصلي حتى الصلوات ال5 وبس. طب هو أنت كده ناجح؟ يعني هل أنت كده ناجح وبتتقدم؟ ده سؤال مهم. طب في حد تاني مثلًا عنده أولوية صحته، فده لمّا ييجي يقيس التطور بتاعه أو يشوف نفسه ناجح والّا مش ناجح، هيبدأ يشوف هو اتمرن كام يوم في الأسبوع، شدة التمرين كانت إيه، عدد التمارين، يقيس بقى وزنه ويشوف يصور نفسه ويشوف قبله وبعده ويشوف التطور بتاعه. فمهم أوي إنك تبقى فاهم المعاني دي، يعني المعاني الجوهرية دي تبقى أنت واضحة جواك، أنت محددها وعارفها. والبداية بتبدأ من فكرة أنا مين؟ أنت مين؟ مرجعياتك إيه؟ وعايز إيه؟ أنا راجل مسلم باعبد ربنا زي ما ربنا قال لي: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." يبقى إذًا أنا الكور بتاعي اللي هو العبادة، أنا ده الأساس عندي، وبعد كده هابني عليه. تمام؟ الفكرة التانية إن أنت أصلًا وقتك محدود، يعني أنت لمّا ربنا ادّى لكل الناس 24 ساعة في اليوم، لمّا نشيل منهم 8 للنوم مثلًا يبقى معاك 16 ساعة. لو اشتغلت منهم مثلًا 8، ده يعني في أحسن الأحوال يعني، لو الناس بتشتغل 12 وأكتر، بس say مثلًا أنا freelancer فمثلًا أنا باتحكم في وقتي أكتر، فهنقول مثلًا 8 ساعات، يبقى لي 8 و8 يتبقى لك 8 ساعات. طب ال8 ساعات دول هتشيل منهم وقت للعبادة، ال8 ساعات دول تعالَ نشيل منهم مثلًا 2 مع نفسك، تقعد مع ربنا مثلًا كده قيام الليل، حفظ قرآن، مش عارف إيه، ساعتين كده أنت مع نفسك مثلًا مع ربنا مثلًا، أو علاقتك بربنا ساعتين.
الصلوات الخمسه كلهم مثلا هندي كل واحده فيهم نص ساعه، دي ساعتين ونص، ادي كده 4:30 من 8 بقى نص، يبقى معاك كام؟ حوالي 3 ساعات ونص، دول اللي انت هتطور فيهم نفسك. شفت الدنيا يعني ضيقه قوي، على حسب بقى شغلك وحسب حياتك يعني. بس الفكره بقى انك انت تبقى فاهم ايه الاساس عندك وايه الوقت المتاح. ممكن حد يكون بيشتغل 4 ساعات بس، ممكن حد بيشتغل 12 ساعه، في حد شغل 12 ساعه بس هو مش طول الوقت في ال 12 ساعه بيكون شغال. يعني مثلا شغل اداري فعنده وقت ممكن يستغل الوقت في الطاعه. انت بقى تقعد ترتب ايه، ترتب البازل بتاعك. يعني انت عندك 24 ساعه بترتبهم بقى زي على حسب اولوياتك. بس مهم بقى عشان تعرف ترتب صح انك تبقى فاهم ايه رقم واحد، ايه رقم اتنين، ايه رقم تلاته. فدي فكره مهمه قوي انك تبقى ما تنساش بقى، يعني ما تنساش ان انت جاي هنا عشان تعبد ربنا. ده مهم قوي انك تبقى فاكر ده وتبني حياتك عليه. لا انا مش، انا ما يهم في اصل معظم الناس بتنشغل بالدنيا والفلوس والشغل وهكذا، ولما بيكون مقصر في الجانب ده مثلا، او الفلوس يعني كسب فلوس اقل الشهر ده، او دخل له دخل اقل، بيتوتر ويقول انا مثلا مش بجتهد كفايه، انا مش ناجح كفايه. فمش ده المعيار، يعني ده مش معيار النجاح انك تكون ناجح في الدنيا. انت بتاخذ من الدنيا ما يكفيك بس، ما يعينك على الاخره. يعني لأن دي الايه، دي الاساس عندي. يكفيك بس قليل، القليل اللي يكفيك ويغنيك بس. انت مش عايز زياده، احنا مش عايزين زياده. فدي الفكره بقى، انت لما تكون فاهم المعاني دي مثلا، والله عندك وقت زياده لحاجات تانية اوكي، بس يبقى عندك الاساسيات دي مظبوطه. يعني اخر يومك كده تمام، احنا صلينا 5 صلوات تمام في المسجد، ليك ورد من الاذكار، ليك ورد مثلا من القران، فانت حته الدين خلاص خلصتها. عندك الشغل مثلا، انت بقى تحاول بقى توزن امورك ما بين الشغل، ما بين صحتك، ما بين البيت، ما بين كل واحد ليه ميزانه يعني. ف معلش قدنا. فمهم انك تكون فاكر المعاني دي يعني، او حاضرة في ذهنك. ونكمل كلامنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.